مؤخرا بقى في زياده بشكل ملحوظ في احتياج تصوير الفيديو، سواء لصناعه المحتوى او ان انت بتاخد فيديو لنفسك ترفيهي مثلا. وعلشان تاخد فيديو احترافي بجد لازم تبقى عارف وواخد بالك من كل الاعدادات بتاعه الكاميرا اللي انت بتصور بيها. فعشان كده في كذا برنامج مهم جدا على الموبايل، من ضمنهم بفلوس ومن ضمنهم ببلاش. من ضمن اللي ببلاش زي مثلا الفاينل كات كاميرا، وده من شركه ابل هي اللي عاملاه، وبرنامج تاني من بلاك ماجيك كاميرا اللي هو من شركه بلاك ماجيك اللي عامله الدافينشي، وده اللي هنشرحه النهارده. برنامج بلاك ماجيك كاميرا هو فري تماما، تقدر تنزله على الايفون او حتى الايباد. النهارده انا هشرح لك كل زرار فيه بيعمل ايه بالظبط، فجهز البرنامج معاك ونزله وكمل الفيديو. تعال نبدأ من أول حاجة فوق على الشمال، وهي اللينز. اللينز هنا أول ما هتدوس عليها هيفتح لك على القائمة اللي على اليمين دي، وخلي بالك القائمة اللي على اليمين دي هتفتح معانا كتير في كذا حاجة بعد كده. أول حاجة هتظهر اللينزات اللي أنت مستخدمها، يعني أنا عندي مثلا ال 52 واللي هي 26 وال 13. أنا موبايل دلوقتي اللي شغال عليه هو ايفون 16 العادي. لو أنت مثلا الموبايل بتاعك أي حاجة فيها برو ممكن تلاقي الكاميرات هنا مختلفة شوية، العدسات نفسها بتختلف. تقدر انت برضو تتحكم في الزوم هنا 1x او 2x. لو تلاحظ ان هو بيعمل زوم عامل زي زوم سينمائي، ده تقدر انت تقفله او تشغله من على، لو دوست الزرار اللي تحت بتاع الكاميرا دي وعلى سهم كده انت تقدر تتحكم في الزوم بنفسك بالبقرة بالشكل ده. طبعا هنا الفرونت هنا اللي هو الكاميرا الامامية انا. طيب وتحت اللينس هتلاقي حاجه اسمها اللوت، على اليمين خالص هنا هتلاقي حاجه اسمها اللوت. لو دوست عليها كده هيفتح لك كل الاضاءات او كل الاشكال اللي انت تقدر تختار ما بينهم، او ان انت ممكن خالص تعملها اوف. يعني دي كده اوف ودي كده اون، اوف واون، بتغير لك الشكل تماما. بعد كده تلاقي عندنا الاف بي اس. الاف بي اس هو ده زرار التحكم في عدد الفريمات، تقدر ان انت تزودها او تقللها على حسب. لو انت شايف كل ما تزود او تقلل الاضاءه بتاثر معايا بالشكل ده. طيب لو انا عاملها على ال 4K هيبقى اخري فيها ال 60 بس. بعد كده عندنا الشطر، لو دوست عليه هيفتح لك على اليمين برضو تحكم في الشطر، ولو تلاحظ هتلاقي فيه لوك، علامه اللوك متداس عليها فوق. ودي انا انصحك بعد ما انت تظبط السيتنجز بتاعتك بتاعت الشطر او غيره تقفل اللوك ده على طول. ليه؟ لان الموبايل انت اول ممكن ما تحرك الزاويه بتاع التصوير لو مش مقفول اللوك بتاعه، الموبايل هيتعمل اوتوماتيك وهيعدل في الضوء اللي انت كنت عملته سيتنج قبل كده اوتوماتيك، وهيغير في IRIS. وده مش بيشتغل في الايفون للاسف، لانك في الايفون ما بتقدرش تتحكم في فتحه واغلاق العدسه، فده سيبه زي ما هو. بعدها طبعا ده عقارب الثواني والساعات. وبعد كده هنلاقي على الايزو، والايزو هو انت كل ما تعليه السطوع في الصوره هيكون اكتر، بس النويز هيزيد معاك. فحاول تخليه حاجه مش اوفر قوي علشان الصوره ما تعملش نويز معاك، وبرده مش قليله قوي علشان ما تضلمش يعني. طيب وهنيجي بعدها للدبليو بي، ودي الوايت بالانس. وهنا هتلاقي اختيارات جاهزه، يعني احنا لو جينا هنا قفلنا اللوك هنا هنلاقي تحت هنا الايقونات دي كلها جاهزه هو بيديها لك، تقدر انت تختار ما بينهم، وتلاقي على الشريط اللي على الشمال دون بيتحرك بشكل تلقائي اول ما انت تدوس على البريسيتس معينه، او ممكن ان انت تعمله اوتو من فوق هنا اللي يظبط لك اوتو لوحده، او تشيل اوتو خالص وتظبطها انت بقى بنفسك بقى عامله ازاي، سواء ان هي وورم ولا كولد بالشكل دوت. بعد كده تدوس في الاخر طبعا اللوك علشان ما يغيرش النسبه. طبعا التنت برضو هو الدرجه بتاعه الاضاءه او الدفى بيسموه بتاع الصوره، تقدر انت تتحكم فيه برضو بالشكل دون. هنيجي بعد كده للمؤشر بتاع ال HD و16:9، وده مش زرار، يعني انت ما ينفعش تدوس عليه، لو دوست عليه مش هيعمل حاجه، ده انت بتتحكم فيه جوه من السيتنج. طبعا هنقول ازاي بنغير الاعدادات بتاعت ال HD او ال 4K من الاعدادات من جوه بعدين. وبعد كده البطاريه، ده البطاريه اللي انت تقدر تخليها ظاهره عندك في الشاشه، بطاريه طبعا التليفون، او تقدر انت تشيلها. طيب هننزل بقى تحت هنا وعلى الشمال، وهنمسك في اول حاجه في الهيستوجرام، يعني الحته دي انا كده بتدوست عليها، دي نسبة الإضاءة علشان تعرف مستوى الإضاءة في الفيديو عندك. طبعا تقدر هنا من الشيت دون تقلل وتزود الأسود علشان تشوف الفيديو الصورة وانت شغال بتتحكم مثلا في التليفون وتتحركه، تبقى شايف الجراف معمول ازاي عيلة او وتي بالشكل ده. وده طبعا انت ممكن تظهره او تشيله برده من الاعدادات. بعد كده تلاقي الاستورج بتاع التليفون، دي المساحه
تخزين للتليفون، بيقول لك فاضل لك منها مثلا قد ايه، فانت تبقى عارف وانت بتصور يبقى فاضل لك مثلا 6 دقائق و39 ثانيه. وبعدين الاوديوميتر ده اللي على اليمين خالص هو ده مستوى الصوت، يعني وانا بتكلم كده شايفين الميكروفون ايفون مايكروفون ده شغال، تقدر توصل له ميكروفون برده خارجي وتختار من ضمن الاختيار برده في السيتنج هجيلها بعدين. طيب وطبعا الشاشه دي تقدر ان انت تشيل برده الميكروفون اللي بدل ما هو يبقى ظاهر على الشاشه كده على طول، وبرده تقدر ان انت لو عملت سوايب لفوق تلاقي كل الاعدادات اتشالت وانت بتصور. مثلا لو عملتها فوق تاني هترجع. لو جينا دوسنا كليك طويله على الهرم بالشكل الاول هيعمل لوك لفوكس، بحيث لو انا شلت الهرم مش هيرجع تاني، هو خلاص عمل لوك على مسافه معينه بالشكل ده كده. وعايز اقفلها خالص هدوس في اي حته على الشاشه بالشكل الاول هتلاقي رجع تاني. نيجي بقى على القايمه اللي على اليمين دي، واول حاجه وهي الاوفر لاي. طيب هنيجي اول واحده فوق خالص وهي الزبرا، ودي انت لو جيت اي حته منوره في الشاشه انت اعمل لي عليها زي هايلايت كده عشان ابقى عارف. انا كده عندي العربيه لو انا جيت احرك هتلاقي النور ابتدى يتحرك معايا. لو انا جيت مثلا اضلم عليها بالشكل ده هتلاقي الهايلايت اتشال، كل ما ضلمت تتشال. ليه؟ لان انا قلت له اعمل لي السطوع الحاجه اللي هي فيها نور زياده يحددها لي علشان ابقى عارف بالشكل ده. طيب وتاني واحده وهي الفوكس بيكينج، وحددت الخلفيه كلها بقت حمراء بالشكل ده لان كلها ان فوكس مش اوت اوف فوكس. لو جبت العربيه دي وعملت عليها فوكس بالشكل ده هتلاقي العربيه بس هي اللي معمول عليها فوكس واللي ورا مش معمول عليها حاجه. اللي بعدها وهي الجريد ان انت تقدر تتحكم ان انت تعمل جريد في الشاشه زي كده. واللي بعدها اللي هي الاسبكت ريتشيو، برضو ان انت تقدر تتحكم في الاسبكت ريتشيو بتاع اثناء التصوير. بعد كده اللي عندنا وهي السيف مارجن، تقدر ان انت تعمل المنطقه الامنه اثناء التصوير علشان ما تخرجش مثلا منها او كده. واللي تحت وهي التحكم في طبعا الفلاش، تقدر تتحكم في قوه الفلاش او تخليه طبعا اوتوماتيك على حسب. تاني حاجه وهي الفوكس بوتون، ده زرار الفوكس ده لو مكتوب عليه اوتو بالشكل ده، لو هنا مكتوب عليه حرف الاي ده كده معناها معمول اوتو من البدايه. وطبعا تقدر انت تتحكم في الاوتو بالسلايدر اللي ظاهر عندك هنا كده. لما تيجي تشيل الاوتو تقدر تتحكم انت في الفوكس بنفسك، البقره اللي ظاهره عندك بالشكل ده كده. بعد كده الاكسبوجر سلايدر، وطبعا الاكسبوجر ده خاص بالايزو اللي زي ما قلنا، ده اللي انت بتتحكم في الاضاءه سواء تبقى فاقعه جدا او بتبقى يعني دارك شويه. بعد كده طبعا ده زرار التصوير الاحمر مش محتاج شرح، وهو اللي بعديه هو زرار العدسات. طيب والزرار الاخير وهو الستابلايزيشن، وهو ثبات اثناء تصوير الفيديو. كل واحده منهم بدرجه، يعني الاكستريم هو اقصى درجه ثبات للتليفون، السينماتيك الثانيه، والستاندرد طبعا رقم 1 وهكذا. طيب وتاني حاجه هنتكلم عليها وهي الميديا لو دوست عليها هنا دي كل الفيديوهات اللي انت صورتها على البلاك ماجيك كاميرا، تقدر انت تتحكم فيها من هنا، سواء تدوس عليها تشغلها او تبعتها مثلا او تمسحها او اللي انت عاوزه. فوق هنا هنلاقي عندنا اول حاجه على الشمال خالص وهو علامه الجاليري بتاعنا، تقدر ان انت تضيف فيديوهات من عندك من الجاليري. تاني واحده وهي تحديد الكليبات، تقدر تحدد الكليبات كذا كليب مثلا وتعمل اللي ابلود مره واحده. طيب وثالث حاجه وهي سورت للملفات، يعني عندك كذا ملف تقدر انت تنظمه عن طريق اللوكيشن، التايم كود، الديت تايم مثلا. طيب واللي بعدها وهو طبعا الكلاود ده بتاع بلاك ماجيك كلاود، تقدر انت تعمل اكونت عليه فري جدا. ولو انت عاوز مثلا تابلود الفيديوهات اللي انت صورتها على الكلاود طبعا بتدفع اشتراك. طيب ونيجي بعد كده على السيتنج، والسيتنج دي فيها بقى شرح كتير ركزوا معايا. اول حاجه وهي الريكورد، اول واحده انت بتختار الكودك بتاع التصوير، طبعا المشهوره فيهم هي ال H.264. بعد كده هننزل عند الريزوليوشن وهو معمول ال HD زي ما قلنا بره اللي انا عامله HD، ممكن تعمله انت 4K بالشكل ده ونرجع هنلاقيها اتعملت هنا 4K بالشكل ده. بعد كده color space، يعني الاساسي اللي احنا بنخليها اللي هو ال REC 709، لو انت عاوز تغيرها عادي جدا ممكن تخليها ال HDR او طيب. والتايم ديسبلاي كود ده التايم اللي احنا اللي بره اللي في النص بالشكل ده اللي هو معمول 6 ثواني، ده ريكورد ران او التايم اوف ديت. يعني لو دوسنا تايم اوف ديت ورجعنا هنلاقيه عمل لك الساعه، يعني دلوقتي اللي هي 17 اللي هي 5:30. بعد كده هننزل شويه تحت هنلاقي التايم لابس ريكوردنج، تقدر تفعلها اون او اوف. وهنا عندك لو ميديا دوب
فريم بيقول لك ستوب ريكوردنج ولا ناليرت. طبعا انا هسيبها على اليرت. واللي بعد كده وهي الكاميرا بقى. هنا انت بتختار الانيبل فيرتيكال فيديو، عايز الفيديو بالطول ولا بالعرض بتختارها من هنا. وبعد كده التريجر ريكورد انديكيتور، وده التنبيه اثناء التسجيل سواء بالبيبر اللي هو بيعمل زي صوت او الصوت مع الفلاش. طبعا انا هنا في الحاله دي هسيبها نون. هنا بيقول لك يوز الفوليوم اور كاميرا كنترول بوتون تو تريجر ريكورد، يعني انت ممكن تدوس على الزرار اللي يعلي او يوطي علشان يبدا ياخد الفيديو. اللي بعدها وهي اللوك وايت بالانس اون ريكورد، ان هو يقفل لك الوايت بالانس، يعمل لها لوك اثناء التصوير اوتوماتيك. بعد كده الوايل ريكوردنج سوايب رايت تو ديم سكرين. بعد كده الشطر الميجرمنت، هنا تقدر تتحكم في السبيد السرعه بتاعتها او الانجل الاتجاه بتاعها. بعد كده الفليكر فري شطر بيزد اون، وده هو الوميض اللي بيحصل اثناء التصوير، يعني عايز يعمل هو وميض على 50 هرتز ولا وميض على 60 هرتز. وبعد كده تقدر ان انت اللينز كوريكشن، ان انت يقعد تصحيح العدسه وهو يقعد يحاول يصلح فيها عشان يجيب لك افضل الصور. وهنا هنيجي ننزل على الاوبشن اللي بعد كده وهي الانفورميك كويز، ودي عدسات معينه لو انت بتستخدمها تقدر انت تتحكم في الاوبشن بتاعها من هنا. بعد كده الايمج اللي بيقول لك فليب ايمج فور اس ال ار لينز، تقدر تختار انت اوف ولا اون. بعد كده اللوك اورينتيشن، تقفل او تفتح الدوران بتاع التليفون. او في الكاميرا الاماميه طبعا في الفرونت كاميرا تقدر انت تعمل الميرور فرونت انها مرايه يعني. طيب وهننزل بعدين على الاوديو، وهنلاقي من فوق عند الاوديو هنا الاوديو سورس، وهو معمول اوتوماتيك الايفون مايكروفون. لو انت عاوز توصل مايك بلوتوث، لو جيت توصلته ودوست هنا هتلاقي ايفون مايكروفون والمايك اللي انت وصلته على الايفون. بعد كده الايفون مايكروفون، هنا تختار الاوتو ولا الباك البوتون الفرونت. طبعا زي ما انتم عارفين الايفون فيه مايكروفونات ورا وفي تحت خالص وفرونت فوق مكان المكالمه، فانت تقدر انت تشغل واحده منهم بس دون عن الباقي، او ان انت تشغل اوتو كله مع بعض. طبعا انا هسيبها على كله مع بعض. كمان الاوديو فورمات، وهي طبيعه الاوديو طبعا هو العادي بيكون الاي سي، بنسيبها زي ما هي. بعد كده الريكورد اوديو از، طبعا في الاستيريو ولا مونو ولا يعني كذا حاجه، انا هسيبها ستيريو زي ما هي الديفولت يعني. بعد كده السامبل ريتس، ودي معموله الاوتو، تقدر تغير الهرتز بتاع الصوت عندك. وبعد كده الاوديو ميترنج بيبقى بالشكل دون، طبعا المختصين فيه هم اللي هيفهموها، انا بسيبها ديفولت. بعد كده لو نزلنا على المونيتور الشاشه، اول حاجه وهي الفوكس اسيست، هي مساعد الفوكس، سواء انت بتختار ما بين البيكينج او الكولرد لاينز. وجينا على الفوكس هنا كده ودوسنا على الفوكس بالشكل دون بحيث نشغل الالوانات اتغيرت ازاي، هو ده البيكينج. لو جينا رجعنا على الكولرد لاين وجينا تصوير تاني، دي الكولرد لاين، يبقى كده عرفنا ما بين الكولرد لاين والبيكينج يبقى بالشكل ده. ورا شويه هنلاقي الفوكس اسيست كولر، طبعا اللون اللي احنا كنا شايفينه من الاول كان احمر، تقدر انت طبعا تغير اللون دون. طبعا الجايد لاين البوباستي، لو انت شايف ان هو كتير او تقيل شويه تقدر انت تنزل الباستي بتاعته، هو عامه معمول 25 اللي هي اقل حاجه. بعد كده الجايد كولر، جايد كولر معمول وايت، تقدر برضو تغير في اللون بتاعه. بعد كده الاوباسيتي برضو تقدر تغير في اللون بتاعها. بعد كده ال HDMI، لو انت وصلت التليفون بوصلة ال HDMI تقدر انت تتحكم في ايه اللي ممكن يظهر عندك في الشاشة. كمان دي الزراير اللي احنا لسه قلنا عليها بره، تقدر انت تخفي او تظهر الاوديو ميتر بالشكل ده، لو انا خفيته مش هتلاقيه ظاهر على من تحت كده، مش هيظهر. واقدر ان انا ارجعه تاني، لو تحت ارجعه تاني، واقدر اخفي بقى الانستجرام والستوريج وكل ده، اقدر ان انا اخفي او اظهره بالشكل ده بكل سهوله. بعد كده اللايف ستريم، ده لو انت عامل الاكونت وعامل لوج ان على البلاك ماجيك كلاود، تقدر انت تاكسس اللايف ستريم. بعدين الميديا، والميديا هنا فيها كذا حاجه، منهم الريكورد بروكسي، لو انت عاوز ان هو يعمل ريكورد للفيديوهات اللي انت عملتها بكواليتي يعني معقول، بنسخه او بمساحه اقل، فانت بتختار هنا البروكسي. لو نزلنا تحت هنا شويه دول مقفولين، لو نزلنا تحت عند الاوتو ابلود تو سيلكتد بروجكت، هو بيعمل ابلود لوحده على البروجكتات اللي انت هتسلكت. بعد كده هنلاقي الانيبل ابلود اونلي اون واي فاي، انت لما تبقى فاتح واي فاي بس هو اللي هيعمل ابلود ده. وبعد كده نلاقي السيف كليب تو، هنا نقدر نختار
انهي المكان اللي احنا عاوزين الكليبات اللي بننزلها تتسيف فيه. طيب وبعد كده هنلاقي السيف لوكيشن داتا تو كليب. لو انت صورت مثلا فيديو معين تقدر ان انت تشوف اللوكيشن او تشوف مكان الفيديو ده كان فين، وهو هيعملها لك بيلت ان في الفيديو. طيب ونيجي بعد كده للفانكشن بوتن، الثلاث زراير دول تعملهم اللي انت عاوزه كذا كاستمايز مثلا للبرنامج. وبعدين هنلاقي اللوتس سيتنج. اللوتس سيتنج هنا تقدر ان انت تضيف لوتس بالشكل دون، او ان انت تستخدم اللوتس الاساسيه بتاعه التليفون. طيب لو انا عايز اضيف لوتس من هنا، هنيجي هنا بكل بساطه وهتدوس امبورت لوتس. طبعا اللوتس دي انت تقدر تنزلها من اي حته، يعني اي برنامج بينزل حاجات خاصه بالمونتاج هتكتب بس اللوتس كده وهيظهر لك على طول كل الالوانات والفلترات اللي انت ممكن ومش ممكن تحتاجها كمان هتقدر تلاقيها. طيب هنيجي اللي بعد كده وهي البريسيتس سيتنج. ودي لو انت مثلا بتصور مكان معين وعملت مثلا اعدادات معينه. انا بصور المكتب وعملت اعدادات معينه لكل حاجه في البرنامج اثناء التصوير. طيب انا عاوز لما اجي اتصور فيديو نفس الفيديو بكره ولا كمان اسبوع حتى، ما اقعدش كل مره او كل شويه اقعد ان انا اعدل في الالوانات والايزو والتنت والوايت بالانس. انا عايز اعمل بريسيتس تبقى جاهزه ان انا ادوس عليها يرجع لي الالوانات اللي انا كنت عملتها قبل كده في الفيديو مثلا اللي فات. في الحاله دي انت بتعمل هنا اللي هو سيف نيو بريسيتس، او ممكن انت تعمل امبورت بريسيتس لو انت من الموبايل التاني ليك انت مثلا، او ان انت تعمل اكسبورت للبريسيتس. يعني انت تعملت مثلا بريسيتس معينه تقدر انت تكسبورتها وتديها لحد تاني هيعمل لها امبورت من عنده. طيب وبعد كده الاكسسوارز. طبعا الاكسسوارز هنا لو انت عاوز توصل زي ما قلنا مايك تاني مع التليفون، مايك التليفون الاساسي، تقدر من عن طريق هنا. طيب واللي بعدها وهي الريموت كاميرا كنترول، تقدر انت توصل طبعا الريموت. والاخيره وهي البلاك ماجيك كلاود. طيب ولو نزلنا على الريستت، طبعا انت هنا بتعمل اعاده ضبط مصنع البرنامج وبعدها الاباوت، ومن هنا تقدر تشوف نسخه البرنامج دلوقتي على كام، علشان لو في او تحديث او ابديت او اي حاجه لسه ما نزلكش تبقى عارف انت في انهي فيرجن من البرنامج. طيب وده كان فيديو على الخفيف. انا دلوقتي بصور بالبلاك ماجيك الكاميرا على السيتنجز اللي انا عاملها دلوقتي. هسيب الفيديو ده من غير مونتاج، واتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.